مساء الخير عليكم. وصفة النهاردة بتفكرنا بالزمن الجميل، يعني وصفة تيتا ووصفة الناس بتاعت زمان الجميلة دي، ربنا يخليهم يا رب ويطول في عمرهم طول العمر. هي وصفة سهلة وبسيطة جدا جدا، بتليق مع أي أكل، تحطيها جنب أي حاجة تفتح نفسك، حلوة قوي. هي البطاطس المهروسة بالخل والثوم، أو زي ما كانوا بيقولوا عليها زمان البطاطس المهموكة. هعرفك في الفيديو ده ازاي تعمليها على اصولها. وقبل ما ابدأ الفيديو، انا اسماء طاهر، اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك. يلا بينا نبدأ في الوصفة بتاعتنا. عندي البطاطس طبعا مسلوقة، كلنا عارفين بنسلقها ازاي. انا غسلتها كويس قوي وهي بقشرها، وسلقتها بقشرها وهي سخنة. ابتديت اقشر القشر، مستنيتهاش تبرد عشان القشرة تتشال معايا بكل سهولة، يعني تهدى شوية بس عن السخونية اقدر امسكها، وابتديت اشيل القشرة منها. بعدين بشرتها في المبشرة، افضل كتير ما نعملها بالهراسة. وبعدين طبق على جنب بقى، هنجيب فنجان من الخل، ما يكونش مليان قوي، الفنجان ده ما كانش كبير، ده فنجان صغير. وضفت له نص معلقة من الكمون صغيرة، ومعلقة من الثوم المفروم، ومعلقة من الملح. وبعدين ابتديت اضيف هريسة فلفل حلو علشان خاطر الاولاد. طبعا انتم ممكن تضيفوا هريسة فلفل حار براحتكم زي ما تحبوا، برضو هتبقى حلوة قوي. ممكن تعملوها نصين، نص حلو ونص حار، هتعجبكم قوي برضو. هنا ببتدي انزل بالبطاطس بتاعتي، وهم كانوا حوالي 6 حبات من البطاطس وسط. وبعدين نزلت بالخليط اللي ذكرناه، هنقلبه لحد ما يمتزج تماما. هنا دقته لقيته محتاج ملح، ضفتله ملح تاني، مفيش مشكلة. وبعدين ضفت فنجان من الزيت نفس حجم فنجان الخل. ابتديت اقلب بقى كله مع بعضه بالشكل ده. اخر حاجة حزمة من البقدونس مفرومة بالشكل ده. وكده خلاص بقت جاهزة عندي على الاكل، حاجة كده حلوة قوي. ممكن تزودوا الهريسة زي ما انتوا عايزين، مفيش اي مشكلة، وتنفع بقى وجبة فطار جنب بطاطس، جنب بتنجان، جنب طعمية، جنب فول، جنب جبن، جنب اي حاجة. تنفع جنب وجبة من الغدا كسلطة، حلوة جدا. يعني حاجة كده منتهى الجمال والسهولة والروعة. وجربوا تعملوها بالمبشرة من غير الهراسة، النتيجة افضل واحسن وحلوة قوي. قد ايه كان وصفاتهم جميلة وبسيطة ومنتهى الجمال والروعة والطعم الخرافي. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير.